شات جي بي تي 3 البيانات اللي موجودة فيه أكتر من 175 مليار داتا. أما شات جي بي تي 4 فبقى عنده أكتر من تريليون داتا. ده معناه إن شات جي بي تي 4 أقوى من شات جي بي تي 3 ب 500 مرة. بروك مان رئيس شركة اوبن اي اي طلع لايف واتكلم عن إمكانيات شات جي بي تي 4 اللي يقدر يعملها والحاجات الخطيرة اللي احنا هنشوفها سوا. بس قبل ما نشوفها، أنا أحمد عادل ودي قناة تعلم ببساطة. وبس كده، تعالى بقى نشوفها، يعني مش هنقول أكتر من كده يعني. فنشوف اول حاجه معانا، وهو شات جي بي تي 4 بقى يقدر يتعامل مع الصور مش مجرد النصوص. شات جي بي تي 3 كان بيقدر يتعامل مع النصوص بس، يعني انت هتبعت له تكست فهو هيبعت لك تكست، تقدر تساله عن حاجه في مجرد نص وهو هيرد عليك برضو بمجرد نص. ما كنتش تقدر تبعت له صوره ولا تبعت له فيديو ولا تبعت له ملف صوت ولا تبعت له اي حاجه من الحاجات دي. لكن شات جي بي تي 4 مش كده. بروك مان اخذ سكرين شوت لواجهه برنامج بتاعه الديسكورد وسال شات جي بي تي 4، قال له انت شايف ايه في الصوره دي؟ فالشات رد عليه بكل بساطة وقال له إن الصورة دي عبارة عن واجهة برنامج الديسكورد، وكمان بدأ يشرح له كل حاجة موجودة في الصورة بالتفصيل. زي مثلا إن قال له فوق على الشمال في عندك ايكون شات جي بي تي 4، وكمان عندك تو سيكشن في الصفحة دي. أول سيكشن هو سيكشن الفويس تشانل، وتاني سيكشن هو التكست تشانل. وبدأ يشرح له كل حاجة بالتفصيل. لو انت شايف ان ده عادي، فالعادي مش جاي. ايه اللي حصل؟ واحد بعت صورة على الديسكورد وعبارة عن صورة سنجاب ماسك كاميرا كده وبيصور البندق بتاعه. فسأل الشات جي بي تي 4، قال له انت شايف ايه المضحك في الصورة دي؟ فشات جي بي تي 4 رد عليه وقال له ان المضحك في الصورة ان السنجاب ماسك كاميرا وبيصور بندق، واحنا كبشر مش متعودين على ان السجانب بتتصرف زي البشر. الكلام ده طالع من الشات مش طالع من اي حد تاني. طيب الحاجة بقى اللي صدمت الناس كلها، ان بروك مان كان راسم صورة في النوت بوك بتاعه وعبارة عن موقع، يعني راسم صورة موقع كده، والموقع ده بيطلع نكت او اللي هو يعني عبارة عن نكت. هو عمل ايه؟ بروك مان صور الصورة بتاعت النوت بوك دي وراح بعتها للشات. بروك مان كان عاوز ايه من الشات؟ كان عايز يقول له انك انت تعمل لي الموقع ده وتطلع لي نكت مختلفة. يعني انا هبعت لك بس الصورة وانت تطلعها لي كموقع، طبعا تكتبها لي ككود HTML و CSS و جافا سكريبت. ده اللي كان هيقوله بروك مان للشات. بس ده اللي ما حصلش. اللي حصل ان بروك مان صور بس الصورة، واول ما بعتها للشات فالشات اتنبأ ايه بقى؟ اتنبأ ان هو هيطلب منه ان هو هيتعمل له موقع او يحول الصورة دي لموقع، وطبعا الموقع ده يطلع نكت. وده اللي فعلا حصل. قبل كمان ما بروك مان يقول له على المعلومات اللي المفروض يعملها، هو ما عملش اي حاجه، هو بعت له بس الصوره. فالشات راح واخد الصوره دي وحولها لموقع، والموقع اشتغل وبيطلع نكت مختلفه. طب لو انت شايف ان ده كله عادي، اللي مش عادي بقى ان بروك مان قال للشات بص يا صاحبي انت هتبقى محصل ضرائب. يعني هو قال للشات كده اعتبر نفسك انت محصل ضرائب، وبعت له 16 صفحه لملخص ضرائب بتاع اتنين متجوزين. وبروك مان قال للشات اقرا ال 16 صفحه من غير ما تتخطى اي معلومه، وبعد ما تقرا المعلومات دي او بعد ما تقرا ال 16 صفحه دولت احسب لي الضرائب اللي المفروض يدفعوها الزوجين دول. فاللي حصل ايه؟ الشات قرا ال 16 صفحه وطلع له الضرائب اللي المفروض الزوجين دول يدفعوها لسنه 2018، عشان بروك مان قال له انك انت تعملها لي لسنه 2018. فبرضه الشات عملها له. وكمان ان الحاله بتاعت الزوجين دولت كانت حاله خاصه اصلا، يعني كان ليها قوانين خاصة، مش أي قوانين بتاع الضرايب اللي هي المعروفة، لأ ده كانت قوانين خاصة للحالة دي. فالشات فهم القوانين وفهم ال 16 صفحة وطلع له الضرايب. وبعد كده بروك مان قال للشات طيب طلع لي بقى كل المصاريف اللي المفروض تدفع او الضرايب اللي المفروض تدفع، وقسمها لي كده في بوينت، يعني انا هدفع فين وهعمل ايه والكلام ده كله. فعمل له برضو الكلام ده كله، الشات راح عامل له ده كله. وبعد كده بروك مان هزر مع الشات في الاخر وقال له طيب شوف الملخص ده كله واعمله لي في بيت شعر وطلع المتنبي بتاعك كده. فطبعا الشات راح ملخص له كل الكلام اللي هو كاتبه في بيت شعر. طيب من الحاجات الخطيره برضو اللي الشات جي بي تي ده يقدر يعملها، اوريها لك على اللابتوب هنا، واللي هو يقدر يكتب تكست معقد او تكست مبدع. يعني ايه؟ يعني الانبوت اللي هنا انبوت، ده معناه ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا هقول له السؤال ده. السؤال ايه بقى؟ قال له اكتب له جمله عن سندريلا، والجمله دي كل كلمه فيها تبدا بالحروف الابجديه. يعني اول كلمه تكون حرف الاي، تاني كلمه تكون بدايتها حرف البي، تالت كلمة تكون بدايتها حرف السي، رابع كلمة تكون بدايتها حرف الدي لحد الزد. وده اللي عمله. قال لك ايه؟ قال لك بيورفul سندريلا هتلاقي بص بقى A B C، رابع كلمة اولها دي، خامس كلمة اولها E، بعد كده F، بعد كده G H I J K L M N O، وهكذا.
وعمل الجمله اللي بنحول حرف الايه لحرف الزد. فعمل حاجات خطيره الصراحه جدا. وبس كده، انا كنت بوريك برضو ايه اللي بيحصل في العالم وايه موضوع شات جي بي تي 4 ده. وهسيب لك برضو اللينك بتاع الفيديو بتاع بروكمان اللي كان بيتكلم عن شات جي بي تي تحت في الديسكريبشن، تقدر تشوفه. وانصحك برضو تشوفه، هو عباره عن 20 دقيقه عشان تفهم الدنيا اكتر وتعرف الدنيا اكتر. وما تنساش برضو تقول لي ايه وجهه نظرك في الشات جي بي تي ده. الشات جي بي تي مش هيحل مكانك ولا حاجه، الشات جي بي تي هيساعدك انك انت تتعلم اكتر وتعمل شغلك اسرع. فما تقلقش من الموضوع ده، بس اهم حاجه انك انت تبدا تتعلم وتبدا تطور من نفسك. ونختم بايه: وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني انت ما عندكش اي حاجه غير انك انت تسعى. النتيجه مش بتاعتك، النتيجه دي بتاعت ربنا. المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك السعي والاجتهاد وبس، مش مطلوب منك اي حاجه اكتر من كده. ودي حاجه مفروض تريحك اصلا، انك انت بتسعى، مالكش دعوه بالنتيجه. سعيت وربنا كرمك في اللي انت سعيت فيه، الحمد لله. سعيت وربنا ما كرمكش في الحتة اللي انت شغال فيها، يبقى برضو الحمد لله. وساعتها ربنا هيعوضك اكتر من اللي انت كنت عاوزه، بجد ده هيحصل. فبس كده، متنساش بقى تعمل حاجات الحلوة اللي انت بتعملها على طول. تعمل لي برضو فولو على انستجرام عشان بقيت اكتف شوية عليه الصراحة، وتويتر برضو بنزل عليه تويتس وكده يعني. وبس كده، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد وكل حاجة تبقى سهلة وبسيطة.